السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كيكه من اروع الكيكات اللي ممكن نعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، وريحتها قلب الدنيا كلها، وطعمها مفيش احلى ولا ألذ من كده، واسفنجيه زي ما احنا شايفينها كده. ممكن نعملها في اعياد الميلاد او نعملها في اي وقت كده، نشرب بيها الشاي والقهوه ومفيش احلى من كده. مش هتاخد يعني اقتصاديه جدا، وهتشوفوا المقادير سهله وبسيطه جدا. هنا دول كوبايتين من الدقيق، حطينا عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر وقلبناهم. هي الكيكه هتاخد معانا 3 بيضات وكوبايه سكر و3/4 كوبايه من اللبن ونص كوبايه زيت. نفس الكوبايه اللي هنعير بيها كل المقادير هي تبقى كوبايه واحده، نفس المعيار هو واحد بس. حطينا هنا البيض وحطينا معاه السكر، وهنحط معلقه صغيره مليانه من البيكنج من الفانيليا، بيكنج باودر ايه، من الفانيليا. ممكن نستبدلها بالفانيليا السايله، ونضربهم لحد ما يعمل فوليوم كده ويبيض، والبيض يدوب مع السكر ولونه يبيض زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنحط اللبن. ده 3/4 كوبايه من اللبن، وهنضربهم برده كويس كده شويه. بعد كده هنحط اخر حاجه بنحطها الزيت. لو انت عاوزه تستبدلي الزيت بالسمنه او الزبده، ممكن تحطي زيت او سمنه، زبده، او بدل الزيت تحطي سمنه او زبده. وهنقلبهم كويس مع بعض لحد ما كل الخليط يندمج مع بعضه. بعد كده هنبتدي نحط الدقيق. يعني هنا احط الدقيق على 3 مرات، واضربهم لحد ما يختلطوا ببعض. ممكن تعملي كل دوت بالخلاط، يعني ممكن تحطي كل المقادير على بعضها في الخلاط وتضربيهم. انا ماشيه معاكي خطوه خطوه بطريقه بطيئه، علشان اللي بيفشل منه الكيك يشوف الطريقه الصح ازاي، ومش هتفشل معاكي ابدا. هي الطريقه سهله جدا وما بتاخدش معاكي وقت نهائي، وهتطلع معاكي من انجح الكيكات في الدنيا كمان. هنا ضربنا كل الخليط مع بعضه زي ما احنا شايفين، فاضل اخر دفعه بس. انا هنا لما بحطها على كذا دفعه، عشان انا لما بتضربيهم في الخلاط الخليط بيختلط معاكي بسرعه مع بعضه، وكمان مبيبقاش فيه اي تكتلات خالص، بتبقى سهله وبسيطه معاكي. بعد كده هنجيب صينيه، دي بقى لازم ندهنها. هتجيبي بقى صينيه، قالب، اي الحاجه اللي انت هتفضي فيها الكيكه لازم تدهنيها بسمنه او زبده. دي زيت لا، الافضل تدهنيها بالسمنه او زبده. وبعد كده نعفرها بالدقيق زي ما احنا شايفين، وكده نخليها يعني نبطنها تبطينه كويسه بالدقيق. لو في دقيق زايد بنشيله. بعد كده هنحط 3/4 الخليط في القالب اللي احنا هنحطه فيه، او الصينيه اللي انت هتحطيها وتسوي فيه. طبعا احنا بنكون قايدين البوتاجاز، عبال ما بنعمل كده بنقيد البوتاجاز، ولازم ندخلها عشان البوتاجاز يسخن قبل ما ندخلها فيه. هنحط هنا الحبه اللي احنا سبناه، الجزء اللي احنا سبناه هو ربع العجينه. حطينا فيها مقدار من الكاكاو. احنا مفيش مقدار معين، انت بتشوفيه لحد ما تشوفي اللون اللي انت عاوزاه. انا هنا استعملت كاكاو دريم، حلو قوي، طعمه حلو جدا جدا في الكيك. بعد كده بنخلطهم مع بعض. لو لقيتيها يعني تقيله شويه، بتحطي حبه لبن عشان تخليها ناعمه معانا زي ما احنا شايفينها كده. بعد كده بتحطيها يعني بشكل عشوائي كده في كل حته كده معلقه. بعد كده بالعصايه الشيش طاووق زي ما احنا شفنا، دايرين داير كده. قلت لك ده شكل عشوائي، بس في الاخر بيديك شكل حلو قوي زي ما احنا شايفينها كده، بتدايرين داير. والشكل اللي انت شفتيه دلوقتي وعملناه، واي شكل يعني انت حابه اعمليه. هنا طبعا بعد ما خرجت من الفرن، احنا قلنا احنا كنا مسخنين الفرن قبل ما ندخلها. قعدت تقريبا حوالي يعني من 35 ل 40 دقيقة حسب الفرن بتاعك، وطلعت زي ما احنا شايفين. طبعا احنا لما بطلنا الصينية طلعت، بصوا ازاي كلها شكل واحد وسوا واحد ونفس الشكل. وزي ما احنا شايفين حطينا هنا شوكولاتة في النص. انت عايزه تحطي عليها اي حاجه، مش عايزه تحطي شوكولاته من فوق تعملي صوص شوكولاته اللي انت عاوزاه. انا مش قادره اقولك طعمها عامل ازاي، طعمها جميل جدا، تحفه. اتمنى تجربوا الكيكه دي، هتعجبكم جدا، واقتصاديه، ما خدتش ولا وقت ولا خدت مقادير كتير ولا اي حاجه خالص، وطعمها في منتهى الجمال. كل سنه وانتم طيبين، تبقى سنه سعيده علينا ان شاء الله كلنا، وان شاء الله السنين اللي جايه كلها تبقى اسعد من اللي فاتت. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. مع الف سلامه.